قصة قصيرة بعنوان الإمبراطور الأخير للعراقي الدكتور عبد الرزاق فليح العيسوي. قولان لا بد من النطق بهما، نتمنى أن يسمعهما ويعيهما كائن من كان. أولاً، كل طرق الخيانة تبدأ برشوة واحدة. ثانياً، حافظوا على أسوار مدنكم كحفاظكم على شرفكم. يقول الراوي: نبدأ باسم الكريم الرحمن، ونقول على الله التوكل والتكلان. كان يا مكان، في سالف العصر وقديم الزمان، مملكتان، واحدة اسمها الصين، وجارة لها اسمها اليابان. سأحكي لكم عما جرى وما صار بينهما من أحداث وما كان. أولاً، إمبراطور الصين، وهو الحاكم ذو الأمر المطاع الذي لا يلام ولا يدان، وهو الذي يأمر جيشه بخوض الحروب، والتي بأولها وآخرها هو وجيشه خسران. يبحث عن مجد زائف بتضليل وبهتان، ولكثرة الحروب صارت البلد في عوز وحرمان، وانعدام البناء والتعليم، وتوقف التقدم والعمران، وشح خزين المال، وانقرض الصدق وغاب الأمان. ثانياً، بمشورة من وزيره، الإمبراطور يقتنع وينفذ الخطة، وهو في قصره الآن، والوزير مداهن محتال يعرف من أين تؤكل الكتف، ويجيد الوشوشة في الأذنان، مرائي يعشق الذهب الأصفر الرنان، سواء كان منبعه حلالا أو حراما أو مصدره من الإنس أو الجان. الإمبراطور ووزيره في قاعة من قاعات القصر على الأرائك جالسان، يحيط بهما الحراس والغلمان والجوار الحسان. تتوسط القاعة منضدة مزخرفة مصنوعة من خشب الأبانوس وخشب الزان، وعلى المنضدة وضعوا صندوقا مزججا كل ما فيه ظاهر للعيان، والذي هو ظاهر للعيان هي جوهرة التنين المقدس، والتي يحيط بها سيفان صغيران مصنوعان من ذهب خالص شديد اللمعان. وجوهرة التنين المقدس هذه رمز شرف الصين، وهي تعني مجد الصين على مر العصور والأزمان. من لم ولن يصونها ويحترمها فقد خان، وصار ذليلا مهان، وأطفأ قدسية وهج صولة الرجولة، وأسقط هيبة الحكم والصولجان. ثالثا، الخطوة الأولى لصفقة العار والهوان، ومسيرة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة أو خطوتان. الإمبراطور الحيران يمرر يده على لحيته، ويفتل الشاربان، ووزيره الماكر مبتسم فرحان. تعالى صوت البوق صادحا بأعذب الألحان، معلنا وصول وفد من اليابان. يرافق الوفد حصان وبغل وحماران، رست على ظهورهما صناديق بدواخلها عقيق وياقوت ومرجان، وذهب أصفر رنان. رابعا، الخطوة الثانية، الحفلة، ونشيد أمان يللل أمان. صافح وزير إمبراطور الصين رجالا من وفد اليابان، وتقدم للرقص ناقر طبل وعازف وراقصتان. وبين رقص ونقر طبل وعزف كمان، دارت الكؤوس وتمايلت الرؤوس، والكل صار يحسب نفسه سلطان. ثم أنشد الجمع نشيدا أوله وآخره آمان يللل أمان، فأخذ السكر منهم مأخذا، فالتوى عندهم اللسان. فتمايل وتراقص الجمع جميعا، من رجال وجنود ونسوان وغلمان. وبعدما صار الجمع مخدرا سكران، ويا ويلا
بل وألف الويل لجمع دائخ خدران، وآفته مواجهة المصائب والفجائع بالخوف والصمت والخذلان والنسيان. جمع تلم شتاته نقرات طبلة ونواح ناي وعزف على ربابة وآلة الكمان، ومن شراب القهوة فنجان، واستنشاق أزرق الدخان، وتراقص مع القرد وصاحبه البهلوان. جمع تفرقه ضربات العصا التي تسومه الذل والهوان، ويشتت تفكير عقول أهله خرافات وتشاؤم من البوم والغربان. بعدها تحول القوم لأكل محمص لحم الدجاج والخراف السمان، وتناول مسلوق لحم الغزلان، ومرق باذنجان، ورز مسبوغ بالزعفران، وفواكه أنواع مختلفة الألوان. فانطبق عليهم القول: جمع إذا فرضت عليهم مذلة تناسوا مذلتهم وتسابقوا لأكل الثريدي. 5. تسارع الأحداث واكتمال فصول الطبخة. شرب الراوي قدحا متوسط الحجم من الماء، وارتشف قدحا من الشاي، ثم مسح وجهه بمنديل لونه أبيض، ثم التفت يمينا وشمالا، وابتسم مزهوا لأنه لاحظ أن أغلب المستمعين مشدودين لسماع بقية القصة. ثم نش طاردا بيده ذبابة كانت تحوم حول شفتيه، ربما جذبتها بقايا حلاوة السكر المذاب بالشاي الملتصقة على شفتيه. اعتدل الراوي في جلسته ثم قال: يا سادة يا كرام، لكم يحلو الكلام وبكم يعلو المقام، ولأن كل سر لا يبقى سرا على الدوام، لابد أن تكشفه وقائع الدهر ومرور الأيام. فإن الوزير عاشق الذهب والمنصب ومرتكب الآثام في جلوسه وقيامه والمنام، وعاشق الرشوة الذي يكره الحلال ويعشق الحرام، هذا الوزير مد يده لليابان ذليلا راشيا مرتشيا ومتآمرا على بلده وشعبه وأمبراطوره، حالما بعرش إمبراطوري زائف، فحاك لفعلته الأحابيل منتهجا أساليب المهادنة والمال والخداع والتضليل. 6. نهاية المطاف. يقول الراوي: وكعربون وفاء لمن صاروا ولاة أمره، قدم الوزير الصندوق الحاوي على جوهرة التنين المقدس، والتي كما ذكرت هي رمز مجد الصين ورمز شعبها. قدم الصندوق لموفد اليابان، وانتفض ضابط صيني واستل سيفه وصاح: أوقفوا المهزلة، فمن يعطي حجرا واحدا من أحجار سور الصين سيعطي كل الوطن للغزاة. بإشارة من الوزير هجم على الضابط جنود فقتلوه وقتلوا الإمبراطور. صار الوزير إمبراطورا ترعاه حراب وسيوف جنود اليابان. هذا الوزير الإمبراطور نطق بمقولة خاطب بها الشعب قائلا: من تكلم قتلناه، ومن يتكلم مات بدائه غما. فصارت مقولته قانونا ساري المفعول. صمت الراوي قليلا ثم قال وهو يتحسر: تكاثر وتناسل المرتشون والحشاشون واللصوص والمراؤون والمختلسون والمنافقون، وتطول بقية القائمة بمن هم تنتهي أسماؤهم أو صفاتهم أو ألقابهم بحرف النون. ودارت الأيام ومرت 3 شهور وعام، احتلت اليابان بلاد الصين، لكنهم أبقوا على صنعتهم. الوزير الذي صار إمبراطورا أبقوه إمبراطورا، وذلك لذر الرماد في العيون. وبما أن من المحال دوام الحال على نفس الحال، وإن لكل زمان دولة ورجال، دارت عجلة الزمان، وهبت رياح التغيير، وهب شعب الصين، فطرد الغزاة
واقتلع الإمبراطور الأخير. العراق، ميسان، بتاريخ 24 من شهر أكتوبر 2022.